فانا قررت ان انا اشرح بالطريقه اللي هي اكثر ايضاحا. يا اهلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فاكرين الفيديو بتاع كورس الانجليش بتاع الجامعه الامريكيه؟ الفيديو ده جالي عليه كم كومنتس كتير جدا جدا وكم تساؤلات كتيره جدا جدا، فانا قررت ان انا اشرح بالطريقه اللي هي اكثر ايضاحا. تمام، صورت الشاشه وجبت لك الكورس من موقع الجامعه الامريكيه وحكيت لك كل التجربه من الاول وجاوبت فيه على كل الاسئله اللي تخص الكورس. يعني انت هتدخل الفيديو ده هتعرف كل حاجه عن كورس الانجليش الجنرال في الجامعه الامريكيه. بتمنى ان انت تعمل سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك الفيديو عشان اعرف كام حد بيدعم موبايل ايدي كوتشنج كعادتكم ان انتوا بتعملوها معايا دايما. واتمنى بجد لو انت عندك اي سؤال بعد ما تخلص الفيديو تسيبوه تحت في الكومنت سيكشن. انا برحب بكل الاسئله وغالبا برد في خلال دقيقه او نص دقيقه. ويلا بينا نشوف الفيديو. يا هلا بالشباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ زي ما اتعودنا ان انا بشرح لكم الكورس في الجامعه الامريكيه، بشرح لكم الدنيا فيها ايه. طبعا بنتكلم من اول هنا الدنيا فيها ايه، والديسكريبشن بتاع الكورس اللي اسمه بيكون موجود هنا زي ما عملنا في كورس الاي سي دي ال وكورس البي سي تي. اوكي، هنا طبعا هنتكلم عن الانجليش كورس بقى بكل التفاصيل، بقى بكل الحراحيش، بكل التحابيش، بكل حاجه. يعني مش هتطلع من الفيديو ده الا وانت فاهم كل حاجه عن كورس الانجليش. تمام، طبعا بالاستعانه بالفيديو اللي انا عامله قبل كده، ولكن الفيديو ده هيكون فيه كل الديتيلز اللي الناس قصدها عليها او الناس اللي عايزاها او الناس عطلت عليها وسالت لي تحت في الكومنت سيكشن على الفيديو اللي فات. وخلينا نبدا ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنا عندنا الانجليش كورس. اوكي، ده حاجه مفروغ منها. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طيب اوكي، هنا بيقول لك اهوت The Egyptian English curriculum is aligned to the common European framework reference for languages. Okay, it takes learners from the beginning of the A1 stage to the end of B2 stage using digital resources. لأن الديجيتال ريسورس دي هكون على الموديل ده اللي هو او ايه الموديل يا احمد؟ الموديل ده بيكون تطبيق. التطبيق ده اول ما بتسجل في الكورس بيعملوا لك ميل. اوكي، بتخش بالميل ده على الموديل، بتلاقي كل الماتيريال بتاع الكورس عليها. طبعا بالاسئله بخصوص الموديل او بخصوص التحضير او كده. احنا بنحضر في الاي يو سي في كورس الانجليش، بنحضر في البيت. يعني كل الماتيريالز اللي بتكون بتاعه الكورس بتكون على الموديل ده، بتخش وتقرا سواء فيديوهات، سواء حاجات ريدنج، سواء حاجات رايتنج، سواء حاجات ليسننج بنسمعها وبنروح نطبق. لان الكلاس في الاي يو سي معمول بنظام فليبد كلاس روم. فليبد كلاس روم علشان خاطر انت تتعلم الكونتنت لوحدك في البيت عشان ما نضيعش وقتك في قراءه الكونتنت اثناء الكورس. وبتيجي بقى الكورس في الاي يو سي تمارس كل اللي انت اتعلمته وكل اللي انت حضرته في البيت علشان خاطر تاخد وقتك. تمام، والنظام بتاع التدريس بتاع الكورس في الاي يو سي اسمه TBL Task Based Learning. Task Based Learning بيكون كله بيتمحور حوالين الطالب. يعني المعلم في الوقت ده مش بيشارك باكتر من نسبة 30%، والطالب بيشارك بنسبة 70% علشان خاطر الطالب يتكلم. اوكي. طيب الحتة بقى بتاعت النظام صفر ده او النظام او Common European Framework of Reference for Languages، ده بيقول ان انت عشان خاطر تخش ال A1 او عشان خاطر تكون خلصت ال A1 stage تكون درست 120 ساعة. طيب ال A2 برضو كمان 120 ساعة زيهم، وكذلك ال B1 وكذلك ال B2. فنظام الكورس بتاع الانجليش في الAUC متصمم مرجعيته اللي هو نظام صفر ده علشان خاطر يأهل الطلبة فعلا يا جماعة. وعايز اقول لكم على حاجه بسيطه كده. ناس كتير جدا كلمتني بيقول لي ايه، بيقول لي انا مش عارف اروح الاي يو سي علشان خاطر المعلمين هناك بيدرسوا انجليش بس، ولو اتكلمت عربي هيكلموني بقى يقول لي انت بتتكلم عربي ليه، او هيكونوا اجريسيف معايا او الكلام ده يا جماعه ما بيحصلش. مستحيل حاجه زي كده تحصل في الكوميونتي بتاع الاي يو سي. الاي يو سي كل المدرسين اللي فيها معاهم سيلتا سيرتيفيكت، معاهم سيرتيفيكت الفلت بتاعه الاي يو سي، او معاهم حاجات ماسترز او PhD. الناس اللي في الاي يو سي فيري برستيجيوس، فما فيش حد عمره هيعمل معاك حاجه زي كده. طيب التايب كورس duration 6 weeks، السي يوز 48، وقلنا ان الواحده فيهم بتكون 10 ساعات، يعني
دولت 480 ساعه. ده طبعا بيتكلم عن الانجليش كورس كله. 480 ساعه لو انت جيت قسمتهم هيتقسموا لاربعه 120. فالاي 1 120، الاي 2 120، البي 1 120، البي 2 120 ساعه. يبقى انت كده درست 480 ساعه في قلب الجامعه. طيب خلينا نخش على طبعا السبجكت لانجوج في السكشن اللانجوج يعني. والاي يو سي تقدر تاخد الكورس في الاي يو سي التحرير اللي هو فرع الفلكي اللي انا درست فيه عامه لحد ليفل 16. وممكن تدرس الكورس برضو في فرع التجمع اللي هو نيو كايرو. طيب الفورمات ايه؟ في اونلاين وفي اوفلاين. في اونلاين وفي اوفلاين، في ان كلاس وفي اونلاين. طيب ادرس اونلاين ولا اوفلاين يا احمد؟ دلوقتي لا، احنا يعني انا مش هقدر اجاوبك على السؤال ده. حتى في الكوتشنج يا جماعه لو انا مع كلاينت انا مش بجاوبه اسئله او مش بقول له الحاجه دي كذا، لا بساعده ان هو يجاوب السؤال ده بنفسه. ليه؟ الظروف اللي عنده هو. انت والله عندك شغل، مش بتحب التواصل قوي، مش بتحب تنزل. طيب الاونلاين بالنسبه لك تمام، اوكي. انا عن نفسي عمري ما درست ولا ليفل فيهم اونلاين. انا بدرس، وحتى دلوقتي بدرس كورس اونلاين متعذب اقسم بالله، ومش عارف انا هعدي الكورس ده ولا لا عامه. بس ان شاء الله خير. طبعا الستاتس افيلبل وكل حاجه تمام. طيب البروجرام اوفر فيو، طبعا ان قلنا ان هو شغال بنظام صفر لحد الحته دي عشان خاطر الشرح. طبعا بقى بيقول لك ان هو بياخدك من اول ال A1 لحد ال B2 using مش عارف ايه زي ما احنا قلنا فوق. وقلنا ان هنا برضو the focus is on the language learning and teaching through flipped classroom زي ما انا قلت لكم اهوت flipped classroom task based learning TBL. اوكي. autonomous learning اللي هو بيخليك بقى انت autonomous اللي هو بيزود الاعتماديه عندك انت كطالب انك تدور على المعلومه، بيخليك انت تعتمد على نفسك بدليل ان هو بيديك الموديل وبتتعلم من الموديل. اوكي. ولايف لونج ليرنينج، طبعا المواضيع بتاعه الكورس ما تخلوش قد ايه هي مناسبه لسوق العمل بره عشان خاطر يعرفوا كل حاجه، ما تبقاش انت عطلان عامه. طيب هنا هو بيقول لك the English curriculum is 16 courses covering 4 stages. By the end of each stage, learners obtain a stage certificate which is their CEFR level which is internationally benchmarked. يعني ايه بقى الكلام ده؟ هنا بيقول لك ان الدراسه بتاعت كورس الانجليش في الجامعه الامريكيه 16 كورس، اوكي، covering 4 stages B1 A1 و A2 B1 و B2. by each stage المتعلم بياخد شهاده. يعني انت لما تخلص ال A2 ال A1 كلها اللي فيها 4 ليفلز هتاخد شهاده، هتخلص ال B1 هتاخد شهاده، هتخلص ال A2 كذلك. يعني كل ليفل 120 ساعه هتخلص الليفل ده، هتخلص الستيج دي، تمام، هتاخد السيرتيفيكت بتاعتها. وليكن A1 جواه A1A اهو، A1 جواه A1A A1B A1C A1D. اول ما تخلص دولت هتكون ايه؟ مؤهل انك تاخد السيرتيفيكت بتاعتك. قشطه كده، قشطه كده. خلينا بقى نخش. انت بقى يا باشا بتدخل اول حاجه السرفايفل انجلش ده اللي هو الاي 1 A1A 3 سي يوز يعني 30 ساعه، A1B A1C A1D كده انت خلصتها يا معلم. هتخش بقى على A2، عندك A2A A2B A2C A2D كل واحد فيهم طبعا 30 ساعه، تمام. هتخش على B1A B1B B1C B1D هتخلصهم. هتخش بقى ايه؟ 1 2 3 4 A B C D كده انت خلصت الكورس يا معلم في الاي سي كلها. طبعا البري ريكويزيتس بتاعت كل واحد فيهم انك تكون معدل اللي قبليه، وكل واحد فيهم 3 سي يوز اللي هي continuing educational unit، اوكي، 3 والواحده ب 10 ساعات، يبقى انت كده بتتكلم في 30 ساعه. اوكي. طيب كلها اهو 3 في 4 ب 12، يبقى كده 120 ساعه اللي انت هتدرسهم يا معلم في قلب الكورس، في قلب الستيج كلها، عشان تقدر تاخد السيرتيفيكت اللي هتطلع لك دلوقتي على الشاشه على الجنب او في اي حته هتظهر لك على الفيديو. اوكي. دي شهادات من اول ال A2 لحد ال B2. انا درست في الجامعه الامريكيه من اول A2C لحد B2D، خلصت كل الليفلز، وبعدين اخدت تيسل، وبعدين اخدت التي كي تي من كامبريدج هنا في البريتش كونسل وعملت عليها فيديو ولسه هعمل لكم على تيسل فيديو. اوكي. طيب الليرنينج اوت كامز بقى يا معلم، هي هنا بقول لك بقى enhance language proficiency meet needs of highly competitive employees market. طبعا بتأهلك بقى employment market، بتأهلك للشغل بره، وبتأهلك للدنيا، بتعرفك سوق العمل ايه، خاصة قصدي ان
العلوم او المواضيع في قلب الكورس مرتبطه قوي بره. هتعرف حاجات عن البيزنس، حاجات عن التربيه، حاجات عن الماركت، حاجات عن الماركتينج، حاجات عن يعني بيزنس، حاجات كلها ليها علاقه بالشغل. express ideas and opinions clearly، طبعا بتتكلم مع حد تعرف تعبر عن ارائك وتعبر عن الافكار اللي جواك والافكار اللي انت بتفكر فيها، يعني تبقى انت مور فلوينت يعني. تمام. تتكلم بقى solutions بقى وانهانس writing skills and speech skills، خاصة يا جماعة ان ده كورس الجنرال زي ما احنا بنقول. تمام. الجنرال ده بتدرس فيه رايتنج برضو، يعني ما تنساش ان انت هنا بتدرس رايتنج، فانت هنا بتدرس رايتنج وسبيكينج. اما الاورال اللي احنا لسه هنعمل عليه فيديو بتدرس سبيكينج بس. يعني هنا نظام الاختبارات خلينا اخلص لكم الحته دي وبعدين هنتكلم في الجوله بقى كلها. طيب هنا الادميشن ريكويرمنتس. الريكويرمنتس طبعا ما فيهاش اي حاجه، انت هنا ده ستاندردايز انجلش بروفيشنسي تيست، ويا اما اونلاين يا اما اوفلاين هتعمله. تمام. وبعدين لما تعمله بقى يعني نركز في الحته دي كويس. انت دلوقتي هتعمل الكورس، هتعمل قصدي الاختبار ده لما انت بتيجي تحجزه، وهقول لك الدنيا هتمشي ازاي، بس انا بديك بس الهند البسيط. بتحجز الاختبار بيدوك ايميل، الايميل ده النتيجه بتظهر عليه بعد يومين بالظبط من الاختبار بتاعك. اوكي. النتيجه دي بتقول لك انت الليفل بتاعك اللي انت هتحجزه الليفل الفلاني، بس كده تروح تحجز الليفل ده، او تشوف الفيديوهات الاونلاين بتحجز اونلاين ازاي. ماشي بس كده. وهنا بيقول لك ان الابليكانتس must have basic computer literacy and English alphabet knowledge، طبعا عارف الحروف وعارف كمبيوتر، بس كده. طيب خلينا نتكلم في الفيز بتاعتك دلوقتي في الليفل الواحد 2050 جنيه، وهنا طبعا في ريفاند بوليسي تقدر ترجع فلوسك لو انت حابب، لو انت قررت انك ترجع يعني. والاس اي بي تي اللي هو الاس اي بي تي يا جماعه اللي هو الستاندردايزد انجلش بروفيشنسي تيست، ده ب 400 جنيه، ده اللي انت بتحضره فيس تو فيس اهو، فيس تو فيس تيست. اوكي. طيب لو انت عايز تعمله اونلاين اهو يكون اسمه او اي بي تي اونلاين انجلش بليسمنت تيست، ثمنه 340 جنيه، واهو مكتوب اونلاين تيست و1 داي سيرفيس. يعني كل الكلام ده لو انت طالب جديد بقى وعايز تقدم من على الويب سايت من غير ما تروح الجامعه الامريكيه، هنا بقول لك نيو ستودنتس ابلاي ناو، هتعمل ابلاي هنا ويبعت لك ايميل وهتخش وتحجز الاو اي بي تي، وكل ده يكون اونلاين. طيب لو انت بقى طالب جديد يعني مستمر جاي في الجامعه بتحجز من هنا. ماشي. خليني بقى كده في الجزء ده اشرح لك العمليه بتمشي ازاي بالنسبه، واجاوب برضه على شويه اسئله. العمليه بتمشي ازاي بالنسبه لانت دلوقتي واحد رايح جديد اهوت عايز اقدم، اعمل ايه؟ طيب اول حاجه انت بتنزل محطه مترو السادات، لو انت رايح الفرع بتاع وسط البلد هتنزل محطه مترو السادات يا معلم، وبعدين تسال فين فرع الجامعه الامريكيه، فرع فلكي، لان في المين كامبس اللي هو اللي كانت الجامعه الامريكيه زمان اللي متخرج منها بقى سوزان مبارك وباقي الناس اللي هم منى الشاذلي اللي هم الناس الكبار. تمام. ما كانش لسه فرع التجمع فتح. ما علينا ان انت ده واحد، التاني بقى جوه. اوكي. لان كان الجريك كامبس برضو كان تبع الجامعه الامريكيه، فالفرع اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو السكول اوف كونتينينج اديوكيشن موجود جوه فين؟ في شارع فلكي. هتخش كده تخلي الجامعه الامريكيه اللي هي المين كامبس ده اللي قصاد ماكدونالدز على يمينك، الله كده اهو. تمام. وتمشي طوالي الشارع الاول، شارع على اليمين هتخشه هتلاقي الجامعه الامريكيه على يمينك، هتدخل من ايام الحد ليوم الخميس من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 3 العصر. اوكي. والله تخش تقول له والله انا عايز اخش احجز اختبار تحديد المستوى، ياخد بطاقتك ويدخلك. هتدخل على اليمين كده تلاقي في جهاز زي بتاع البنوك هنطلع منه بورقه، هتضغط استقبال يطلع لك الورقه بتاعت الاستقبال، وتخش تقول له والله انا عايز احجز، تاخد بطاقتك، وبعدين ياخد ضروري قوي بقى تاخد معاك فيزا علشان خاطر هتدفع بالفيزا، او هيديك رقم حساب لو انت مش معاك الفيزا هتدفع بيه بنك سي اي بي. اوكي. اوكي. هتحجز ويقول لك والله الاختبار بتاعك ميعاده كذا، فيس تو فيس عايز تحجز فيس تو فيس احجز، عايز تحجز اونلاين احجز براحتك. هيقول لك الاختبار بتاعك ميعاده كذا، تروح تمتحن الاختبار، هتجيب معاك في الاختبار ده قلم، لو مش عايز تجيبه هم هناك عامه هيدوك اقلام، بس قشطه هات قلم معاك واستيكه. اوكي. هتخلص الاختبار بيكون ده 3 ساعات، الاختبار بيكون 3 ساعات في ريدنج قصدي في listening وهتجاوب على اسئله، وبعدين هتكتب ميل، يعني 3 ورقات رايتنج. اوكي. مختلفين ومتنوعين المواضيع عشان يعرفوا يعملوا لك اسسمنت صح. حلو الكلام. طيب
بعدين النتيجه بتاعتك هتظهر لك على الايميل بعد يومين. وضروري بقى الايميل اللي هو بيديهولك ده تخش تفعله هتخش على جيميل عندك على الجيميل اللي هو الابلكيشن، هتعمل اد ان اكونت وتعمل الاكونت عادي وتعمل اد، وطبيعي خالص الامور بتمشي سلسه خالص. هتستنى بقى الايميل ده بعد يومين، هيقول لك والله روح احجز الليفل الفلاني، هتروح تحجز الليفل الفلاني، هتختار مواعيد يا اما سبت وثلاث، يا اما حد واربع، يا اما اثنين وخميس، او جمعه بس. اوكي، تختار بقى عندك مواعيد من 3 ل 6 وعندك من 6 ل 9، دول اللي انا اعرفهم متاكد منهم، الباقيين انا ما يعني مش هقدر اديك معلومه كامله بصراحه. تمام، وتحجز بقى معلم. عندك يومين في الاسبوع تذاكر فيهم وتحضر في الموديل براحتك. طب التحضير ازاي يا عم احمد؟ التحضير والله انت عندك الماتيريال اللي بتجيلك على الموديل دي، لو انت ذاكرتها كلها هتبقى عبقري زمانك، هتبقى جيمس بوند اللغه. عامه انا ما كنتش بذاكرها كلها، وكنت بذاكر ماتيريال تانية، بس بصراحه حاجه كده في قمه الروعه. لو انت ذاكرتها كلها هتبقى هركليز. تمام، هتروح هتلاقي معامله تحفه، هتلاقي مدرسين تحفه، هتلاقي حوار بقى الاكسنت. يا جماعه الاكسنت مش مشكله، الدايلكتس يعني اللهجات بتاعتنا احنا يعني ناس بنتكلم عربي مختلفه، فبالتالي احنا هنفهم بعض. القصه هنا فين؟ في البرونانسيشن، تعرف تنطق الكلمه صح، كل كلمه ليها نطق صح. وهنعمل على حلقات على الموضوع ده في البلاي ليست بتاعت لمتعلمي اللغه الانجليزيه على نفس الشانل هنا، نعرف الدنيا فيها ايه بالنسبه لموضوع الاكسنت. بس الاكسنت is not important as much as the correctness of the language. لازم تكون بتتكلم صح. اوكي، بغض النظر بقى انت بتتكلم هندي، بتتكلم Indian accent او Egyptian accent او اي حاجه accent بقى ماليش فيه، اهم حاجه انت بتكون بتتكلم انجليزي صح. اوكي، حضر على قد ما تقدر. اوكي، حضر على قد، دي بقى نصايح كده للكورس، حضر على قد ما تقدر، اتكلم انجليش في الكلاس على قد ما تقدر مع زمايلك، هم 3 ساعات بتحضرهم في اليوم، ركز فيهم قوي قوي واتكلم انجليش كويس قوي قوي. زمايلك يعني هاتها لهم بالطريقه كده اللي انت احنا هنا يا جماعه بنتكلم انجليش، يعني بالطريقه بهزار بحته كده، يعني ششنا كده زمايلك بتاع يا جدعان احنا بنتكلم هنا انجليزي بتاعه، وتمرنوا مع بعض واعمل صحاب وانبسط واخرج وروح وتعالى وبص فخم على نفسك. في الكورس ده هتنبسط جدا وهتعمل احلى صحبه واحلى ذكريات. انبسطوا يا شباب. واي حد بقى عنده اي سؤال، اي حد عنده اي حاجه يسيب لي تحت في الكومنتس، يا ريت يا ريت يا ريت تسيب لي تحت في الكومنتس اي سؤال انت عايز تساله ريجاردنج الموضوع ده، وخلينا نكمل الفيديو. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. اتمنى ان انت لقيت كل الاجابات عن التساؤلات اللي انت كنت عايز تسالها عن نظام الدراسه والمذاكره والكلام ده. واتمنى برضو لو انت عندك اي سؤال بعد الفيديو تسيبه لي تحت في الكومنت سيكشن، غالبا برد في خلال دقيقه او نص دقيقه زي ما انا قلت. واتمنى تعمل سبسكرايب في الشانل ولايك للفيديو، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابشر يا صديقي.